البطالة، الجوع، العطش عناوين بارزة لما يقع للبحارة بقرى الصيد في جهة وادي الذهب القويرة مع اقتراب موسم اصطياد الأخطبوط. البحرية الآن مريحين بلا خدمة بلا خدمة بلا ماكلة بلا والو. جاي البحري مسكين خاسر 1500 درهم ولا 1000 درهم وجات لهنا وما لقى لا خدمة لا والو. مريحين في البراك تحت لا مال لا ماكلة لا اللي يديك لا يخليك. مريحين. كاين اللي مسكين العفول لا مشيتي تلقى الحاله ديالو لا يرتلى. الا بقى الحال هكا غادي توقع شي كارثه. لا بد ما توقع شي كارثه لحقاش البحريه كاملين والناس لا اله الا الله. راه بنادم راه فاش توصل ليه العظيم يقدر يدير شي كارثه. وراه وقع نفس المشكل فاش كان وقع ديك الوقيته فاش جاو قالوا لهم عصابات اجراميه. راه ما كاين لا عصابات اجراميه لا والو. الناس وقع نفس المشكل بحال هكا. جاو وما لقاو فين يخدموا ما لقاو ما ياكلوا صافي هما ينوضوا يتجمعوا في ظرف تقريبا ثلث ساعه ناضت كل شيء حبس كل شيء ناضت الروينه. ونحن راه عايشين في العبوديه مع هاد الناس هادو. ولا عنده فاتجا ولا باغي يتملكك خاصو يردك عبد عنده. تجي هاد الكوطا تجي جماعيه باش يتنفى منها البحري. هذيك الكوطا مصيفطه لنا الوزاره تيسالوا فيها البحريه 3 البحريه في فلوكه. تيشدموا الفلوكه تيبيعها ب5 المليون تيديرها في جيبو. قال لك البحري يمشي ينبك يمشي يبكي على الدوله. وضعية مزرية لبحارة هذه الجهة جاءت نتيجة استغلال أرباب القوارب للكوطة من خلال التحايل على القانون وتأجيرها لآخرين غرباء عن القطاع بحسب المهنيين. هاد مالكي القوارب ما بقاوش عاطين اعتبار للبحري ولا حتى للسلطات لانهم تيتحايلوا على القانون. هاد الكوطه الفرديه معروفه انه الحصه ديال كل قارب كتعطى القوارب النشيطه. قارب نشيط يعني انه وسط بحاره. هاد البحاره يعني تيسالوا في هاد الكوطه. اذا الان مني ولينا هاد مالك القارب تيكري الكوطه ديالو اذا هضم حق ديال البحار وهضم حق الدوله لانها تتولد هذه السلعه كتهرب ما كتاكساش ما كتدخلش للسوق. الا كانت هذه الكوطه الفرديه بهذه الطريقه اذا جميع البحاره وجميع الناس المهنيين اللي عندهم غير على القطاع هما تيرفضوا رفض تام وبات هذه الكوطه الفرديه وترجع الكوطه جلوبال كي كانت. ولو تعطى كوطه جلوبال لكل سيت كل قريه الصيد نعطيوها واحد الكوطه ديالها باش ترجع التنافسيه وباش ترجع اليد العامله تشتغل كيف كانت. ثروه المغاربه كاملين خاصهم يستافدوا منها المغاربه كاملين. ما يبقى التحيز هذا تيستافد وهذا ما تيستافدش. فهذا تناشدوا السيد وزير الصيد البحري والناس المسؤولين في المنطقه يلقاو حل هذه المعضله وهذه المشكله. وفي انتظار تدخل القائمين على قطاع الصيد البحري لتصحيح الوضع يبقى مصير البحار معلقا إلى حين.